بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. النهارده بقى هنزرع مع بعض فيديو جديد. هنزرع مع بعض الحته اللي احنا نضفناها وظبطناها زي ما انتم شايفين كده، وحبينا ايه نستغلها ونستفيد بيها. المهم قلت استغل المكان ده بقى بدل ما اسيبه كده، يعني برمي فيه الكراكيب والحاجات دي. نضفناه مع بعض زي ما انتم شفتوا الفيديو اللي فات. والنهارده بقى هنبدا ايه نزرع فيه. جبنا بتنجان وفلفل، وطبعا هو ملقيش طماطم، شتل طماطم يعني، فايه جبنا فجل وجرجير وشتل فلفل وبتنجان وقلنا نزرعها. المهم جاب شويه رمله كده وخلط فيها الجرجير زي ما انتم شايفين كده، وبدا ايه يبدروا كده زي ما انتم شايفين في الحوض بتاع الجرجير ده الاول. الجرجير لوحده والفجل لوحده، عملت حوضين كده. وبعد كده هنقعد نخلط بقى الجرجير لما احنا بدرناه في الحوض زي كده، هنقعد نخلطه مع بعض وبعد كده نسقيه. خلطه في قلب الرمله، خلطيه في قلب الرمله ان هو يتغطى بالرمله. عملنا كمان حوض الفجل اهو. ادي الفجل زي ما انتم شايفين، الفجل حبته كبيره شويه والجرجير حبته صغيره برضو. بدروا كده في قلب الحوض، وبعد كده ايه قلب كله في بعضه زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي اهو. شايفين بدأ بقى يقلب الفجل مع الرمله كده، وبعد كده هنبدأ نسقيه بقى. خلاص كده هنبدأ. احنا هنا رشينا الأرضية بالمية الأول عشان نخمر الأرض اللي بتاع البتم كده يكون خمران، وبعد كده يجي يزرع فايه الشتلة تثبت في مكانها. المهم قعد يزرع كده، وده أول مرة يعمل فيها حاجة زي كده يا جماعة. ف يعني ما تقولوش، ما تضحكوش عليه او كده، يعني هو مش بيعرف يزرع وكده، اول مره يعملها يعني. المهم ما شاء الله يعني بدأ يزرع هو الشتل في الجنبين. يعني كنا احنا عاملين الارض بتم كده. المهم زرع الناحيه دي والناحيه التانية زي ما انتوا شايفين كده. هو كده بيزرع البتنجان، ده بتنجان طلع خط ونص كده بتنجان، وجاب كمان فلفل اللي هو الرومي الاخضر الرومي ده، وفلفل حراق. هيبدأ يزرعه كله بالطريقة اللي انتوا شايفينها كده. وبعد كده الزرع ده يا جماعة، الشتل دي بتتسقي كل 5 ايام في الاول. يعني 5 ايام في الاول، يعني يبقوا على مرتين كده كل 5 ايام يتسقي، وبعد كده كل اسبوع يتسقي مرة. وخلاص على كده. وبعد كده بتبصي بسم الله ما شاء الله على شهرين كده بيكون بتاكلي من خير الارض بتاعتك يعني، او الحواض اللي انت عاملاها، او ايا كان المكان اللي انت بتزرعي فيه. هنبدا بقى نسقي الفجل والجرجير مع بعض كده، سقيناهم اهو زي ما انتم شايفين. يلا بينا بقى نكمل الفيديو صوت بقى. يلا بينا، ما تنسونيش بقى في الاشتراك والمتابعه. لهم طريقه زرع الفلفل بالبتنجان بقى. قول لهم عشان انت شكلك فلاح قراف. ايه رايك؟ شكلك فلاح يعني. اعمل لهم باي باي لو انت شغال كده. السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني قوي. عشان هو بقالهم سنين معايا ولا ايه؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ بتاع ناشفه تحت، بصي تراب ناشفه بحط لها ميه. والله والله يا بنتي فلاح يعني مش فلاح ايه يا عم؟ هو الفلاح بيعمل كده اصلا؟ لا مين ده؟ الفلاحين ده عسل. كده انت لسه بتتعلم يعني. طريقه بدائيه دي. اه دي الطريقه البدائيه لزرع الفلفل والبتنجان والخضره في البيت، في المنزل. شايفين؟ دي الطريقه البدائيه لزرع الخضره في البيت. فلاح بص ماشي حافي والدنيا تضرب تقلب. ايه ده؟ لا انت ما بتنامش معايا في الاوضه ابدا. انت بتصور على فكره. ما بتنامش معايا في الاوضه. بتصور؟ انا بصور. اطلع شوف الحته انام فيها في الصاله ولا جنب الحمام بره.
لا لا كفايه، بلاش تزرع في الحته دي. هي حته صغننه. بلاش، لا لا بلاش منها، ما هي فيها هيفيد كتير على فكره. هنعوز تاني. لا لا روح هناك كده يلا. هو بس عشان لو اتزحلقت انا هنزلها برضه. شايفين كده الزرع بتاعنا. اهم حاجه في الزرع يبقى كله على مسطره واحده كده. شكل الخضره والله جميل قوي. الحوض على مسطره واحده بس مش باين قوي يعني. اصبر بس علينا ان شاء الله كده. اعمل في واحده اهي واقعه. بص اهي اللي نايمه دي اهي تحت رجلك، عند رجلك. شايفها. لا حاول تشيلها وتحفها وتعمل لها. لا مظبوطه. لا مش مظبوط. سجلي مظبوطه. نايمه. طب هنا واحده نايمه اهي كمان. دي الطريقه البدائيه باللي بتعمل. ده ايه ده بقى؟ ده فلفل ولا ايه؟ ده فلفل شطه، فلفل حامي. فلفل حامي. واللي انت زرعته ده كان فلفل رومي. فلفل رومي. لا ازرع واحده تانية مكان اللي انت زرعتها دي، صغيره قوي مش هتطلع. يا ماجدة تعال ميه. عجينه خالص كده. انت هتعوز عايز تحمر. لا هنعوز طماطم تاني ونعملها يعني. طماطم بقى شتل. طب هتجيبها منين؟ هجيبها ان شاء الله، واحنا رايحين بلد يوم الجمعه هنجيبها مشتل. مين قال ان احنا رايحين بلد اصلا؟ عند واحد ارض عايزه تزرع برضه في والله الجردل. لا عايز الزرع اللي انت هتعمله فوق السطح بقى. ده خيط ده. يا ماجدة هي مش سامعاك، مش واخده بالها. هي مش واخده بالها ان انت عايز ميه. ممكن تزرع على جنب واحد عشان خاطر لما تجيب الطماطم، ولا الطماطم هنزرعها فوق على السطح. حط كمان شتله تانية مع الشتله اللي انت حاططها دي، صغيره قوي مش هتطلع والله. لا 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 صغيره قوي. لا بجد صغيره مش هتطلع يا عم. انت مش فلاح يعني، مش فاهم قوي يعني. نعم. ايوه اسمع الكلام. مش حاسسني ان انت يعني كنت زرعت فدادين قبل كده. طب هي بتتسقي كل قد ايه؟ كل اسبوع برضه. كل اسبوع مره؟ لا بتهيألي كل 3 ايام. كل 5 ايام، بس هو بيقول لي كل اسبوع. مين اللي قال لك؟ اول مره بتسقي بس بيها 5 ايام، ترجع تسقيها كل اسبوع. كل مسافه شهرين ونص تلاقي ما شاء الله الخير موجود. طيب وبعدين قبلك ما هو لو ايدك خضرا هيبان. ما هو على حسب انت اللي زارع بقى، ما نشوف ايدك خضرا ولا محلوقي. عشان عاجبك حته عمال تصوري كل ما انا توريهم ترويق البيت عامل ازاي. نضفي كده وتروقي كده.
يعني اللي بيروقوا الشقه احسن منك يا بيضه. على الاقل بعمل جمله مفيده. اوعى تنسى. يلا الله ينور عليك. والله هيخش على التعليقات بقى، هيخش يكلمك انت بقى، برد انت عليهم بقى، يقول لك الله ينور عليك يا حاج السيد، تسلم ايدك يا حاج السيد في الزرع وكده يعني. ودي ياسمينه، دي كده، دي ياسمينه، دي ياسمينه اهي. سوس الزرع. هي طالعه فوق بقى على البلكونه زي ما انتم شايفين كده. ما شاء الله شكلها جميل قوي من فوق. جميله جميله. احنا كده زرعنا سقينا الفجل والجرجير. الجرجير ده حوض الجرجير وده حوض الفجل. عايزين نعمل بقى حوض شبت وبقدونس وكزبره فوق في وطلعت تسوي بيهم في السوق. ايه؟ وطلعت بيهم في السوق. وبيعهم في السوق اهو. بس احنا بس نسلك وكفونا. نص فدان الارض بتاعنا ده. شيل الطوبه دي، شيل الطوبه الصغيره. ماشي. ما شاء الله. ده الفلفل الشتي ده. اللي هناك ده الرومي. وده البتنجان. وجايب حبه صغيره بتنجان على فكره، مش جايب كتير بتنجان ليه؟ اهم حاجه البتنجان يا ابني. مش كترت ليه بتنجان؟ هنجيب ان شاء الله. بس هتجيب بقى الزرع الجاي. الزرع الجاي هنزود. انت كده خلصت كده؟ الشتا خلصت؟ لا بلاش كده بقى، كده غلط. طول بالك بس عشان اعلي من هنا عشان تبقى الميه كلها ماشيه واحده مع الزرع. حاسسني ان انت يعني يا بابا انت كده بتشيل. انت بتعمل قنايه يا بابا. بعمل عشان الميه تمشي. هي مش قنايه، هي دي مش قنايه يا بابا، دي ده بيتنا. دي ايوه دي بتومه كده عشان خاطر تزرع فيها. مش القنايه دي اللي هي الواسعه الكبيره عشان خاطر تعمل فيها البتاع. انت كده بتهد اللي انت عامله. يا حبيبي طولي بالك. يا عم اللي انت بتعمله ده غلط والله. طب اعمل بقى تاني رمله كده عليها بايدك انت. اسمع كلامي وهات كده وحط رمله كده على البتاع. ما فيش بقى، ما خلاص كده خلاص. امال ايه ما سايب عشان انت مش جايب كتير، انت جايب شويه صغيره يعني، محسسني ان المكان بتاعك صغير يعني، ان هو المكان كبير. اعمل بس هنا كده يا حاج سهل. خد يا احمد تعالى رن على ماجدة تزود تفتح الميه. طب هنفتح الميه، انا اللي هنادي عليها وتفتح الميه، بس اعمل بس دي كده. اعمل ايه يا بابا اعمل بص دي كده، هتجيب كده وتحط على البتاع دي. بجد انا بكلمك والله بجد. انا يا ابني انا من الفلاحين، انا مش من البندر يعني. انا فاهمه في الحاجات دي. يلا يلا يا بابا. ايوه بص بايدك بقى، بايدك كده واعملها. سيب بس اللي لسه ما زرعتش دي مالكش علاقه بيها دلوقتي. ايوه ارفع جامد كده، على غطي على البتاع. ايوه تثبت عليها كده. ايوه كده. عايزه هنا كمان. ايوه ده. ايوه كده فهمني كده. ايوه شاطر. طورت كده تمام كده. ايوه كده تمام.